السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قناة يوميات مزارع في الفرافرة بنحييكم. النهاردة بنصور في أرض الكابتن محمد حلمي. بسم الله ما شاء الله، هو زرع برسيم حجازي. طبعا هو مشتري 5 فدادين. الفدان ده ما اتزرعش، ده فدان ما اتزرعش، مخليه ممكن يزرع شعير او قمح ان شاء الله في شهر 9، او يزرعوا برسيم برضه في شهر 9، ولكن هو بفضل الله زرع 3 فدادين برسيم حجازي. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. اهو بسم الله ما شاء الله، الارض تتكلم عن نفسها والزرع بيتكلم عن نفسه. مزروع في شهر 6. البرسيم ده يا جماعة مزروع في نص 5، داخل دلوقتي على شهر. بالصلاة على رسول الله، اللهم صل على النبي. شايفين نسبة الإنبات والأرض تتكلم عن نفسها. طبعا العمال هناك، في 2 من العمال شغالين بيلموا الزلط اللي موجود في الأرض عشان يحطوه تحت المحبس، علشان المحشة بإذن الله لما تيجي تنزل في البرسيم ما تلاقيش زلط يكسر المحشة. السنون بتاعت المحشة تخبط في الزلط تقوم تتكسر. وطبعا لما هننزل مية تاني في الارض طبعا هيظهر زلط تاني، وهنشيله برضو ب2 عمال ولا 4 عمال زي ما احنا شغالين. العمال شغالة هناك اهي بتنقي الزلط من الارض وبتاخده وبتحطه تحت المحبس هناك. ده اول حاجة بتتعمل بعد زراعة البرسيم. او ممكن حضرتك بتدي رية على الفاضي وتروح عامل لامم الزلط، يظهر لك الزلط تروح لامم الزلط، وبعد كده تروح حارة الارض وعامل ليزر، وبعد كده تزرع البرسيم. وبرضو هتجيب عمال تنقي الزلط من قلب البرسيم، لان دي حاجة طبيعية موجودة في الارض. بتجيب العمال مرة و2 علشان خاطر تتأكد ان مفيش زلط في الارض. ان مرة بيكون تحت التراب بياخد التراب، فالارض بتنزل مية، فالارض بتهبط فبيظهر الزلط جديد. ده اللي حبيت اقوله في الفيديو ده. وطبعا احنا بنستمتع مع بعض بالجو والحياة اللي احنا عايشينها مع بعض. ودلوقتي احنا في الصباح الباكر، الساعة 6 صباحا، موجودين في الارض الساعة 6 صباحا. وادي المنظر قدام حضراتكم جميعا، او زي ما حضراتكم شايفين الدنيا ماشية عاملة ازاي. طبعا ده البير اللي كنت بصور فيه في عين التنين، وكنت بقول الفدان فيه ب45,000 جنيه. ده اللي انا كنت بعمله في الفترة اللي فاتت، ولله الحمد. طبعا ربنا يبارك للكابتن محمد حلمي في الارض، وربنا يديه خيرها يا رب، ويرزقه الخير منها بإذن الله. طبعا لكل مجتهد نصيب. لكل مجتهد نصيب زي ما بنقول. شوفوا بالصلاة على النبي، شوفوا شكل الأرض ما شاء الله ونسبة الإنبات. اللهم زد وبارك يا رب. ده شكل البرسيم تحت ضوء الشمس. طبعا لو طلع فيه جرجير او طلع فيه شعير، طبعا حشة و2 على شهر 9 بإذن الله
تلاقي مفيش الا البرسيم باذن الرحمن. طبعا الارض دي كانت مزروعة شعير وكانت مزروعة جرجير، فطبعا هيطلع فيه جرجير وهيطلع فيه شعير مع البرسيم في الاول، وربنا ييسر له الحال، وعلى شهر 9 باذن الله هيكون الكلام ده كله انتهى. طبعا احنا ماشيين وبنتفرج مع بعض، والعمال شغالين هناك اهو ما شاء الله عليهم، شغالين بيلموا ايه، بيلموا الزلط من الارض. طبعا الزلط يبقى عامل زي كده كبير في الاحجام دي، وفي اصغر منه برضه، بس دي طبعا لو جت في سن المحشة دي خلاص المحشة كده ايه اتقطمت، يبقى احنا لا ضرر ولا ضرار. يا بيومي لقيت كيس فاضي اهو. وطبعا هنا قدام هو عمل بركة، فطبعا البركة طلعت رملة، فلازم بإذن الله ربنا يوسع عليه ويعمل مشمع في قلب البركة، علشان اتملت مرة واتنين وتلاتة والمية شربت والتربة شربت المية. طبعا احنا هنشوف مع بعض برضو البركة اللي هي اتعملت في قلب الارض. طبعا دي البركة اللي اتحفرت في قلب الارض، وبالصلاة على النبي برضو الارض شوفوا الرملة، مسافة الرملة لحد فين. فطبعا هو كل ما يحط فيها مية الارض تشرب المية، كل ما يحط فيها مية الارض تشرب المية. فهو كده لازم بإذن الله نعمل تبطين للبركة بالمشمع علشان تحافظ على المية، لان نسبة الطفلة فيها قليلة ونسبة الرملة فيها اعلى بكتير، فمش هتنفع تثبت فيها مية زي ما احنا عاملين عندنا في البير اللي هناك، حفرنا وسيبنا في الفاضي في الارض والارض مسكت المية. طبعا هنا منفعش الكلام ده. ادي شكل الارض قدامكم. انا مش عايز اطلعك في الفيديو يا بيومي، مش عايز اطلعكم في الفيديوهات، ولا اطلعكم اصوركم عادي؟ ها طيب، عشان كده انا بصوركم من بعيد. طبعا كده بالصلاة على النبي انا قلت كل حاجة موجودة في قلب الفيديو، وربنا يبارك لصاحب الارض كابتن محمد حلمي في ارضه، وربنا يزيده من فضله يا رب بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.